الفيديو ده هيفيدكم كتير ولازم تشوفوه للاخر، خصوصا للناس المغتربين اللي بره بلدهم وما عندهمش حاجه اسمها قشطه. تعالوا نعمل القشطه في البيت. المكونات اللي هنستخدمها النهارده في القشطه سهله وبسيطه، هو عباره عن مكونين بس: كوبايتين من الكريمه، اي نوع كريمه، كريمه خفق، وبنج كريم، الكريمه اللباني، ومعلقتين كبار من النشا. هنرفعهم على النار لحد ما نوصل للقوام الخفيف ده، مش عايزاه تقيل. بعد كده هنضربه بالمضرب بعد ما تبرد تماما، وده قوامها وهي لسه بدرجة حرارة الغرفة. هندخلها التلاجة وتعالوا نشوف القوام كريمي ازاي وتحفة اهو. بعد ما خرجت من التلاجة خطيرة، تنفع في كل الحشوات، للحلويات وكمان للطبخ. هتنفعنا جدا في رمضان. سيفوا الفيديو ده لانكم هتحتاجوه في كل يوم من ايام رمضان. عايزه اقول لكم مش هتفرقوها عن القشطه العاديه الطبيعيه الاصليه. ما تنسوش اللايك والشير لو